تستقبل النمسا عددا كبيرا من السياح العرب وذلك خلال فصلي الصيف والربيع. وتشير بعض التقارير إلى أن عدد السياح العرب والخليجيين في النمسا اقترب من 1,000,000 سائح العام الماضي. والله النمسا تمتاز بتنوع من ناحية اللي مثلا يحتاج علاج، هذا يعني أقل من السياحة، لكن السياحة منتشرة بشكل عام بكثرة. من السعودية، من جدة. أجواء حلوة جميلة، الناس فيها جميلين، المطاعم برضه جميلة، الأجواء الفايبس فيها جدا حلوة. تجذب النمسا العديد من السياح العرب بفضل طبيعتها الخلابة وتاريخها العريق ومعالمها السياحية المتنوعة، وتوجد في النمسا العديد من المناطق التي تستقطب الزوار العرب مثل شارع العرب في زيلامسي وفيينا. هم هنا مؤهلين، بيتعاملوا ازاي مع السياح كويس جدا بصراحة، يعني كلهم دارسين ومؤهلين للسياحة. يعني كلش زين ونظافة للسواح، يعني يرتاحون يجون على فيينا. احنا جايين من كردستان العراق، نزوره بالسنة مرة مرتين. يعني ما شاء الله النمسا بلد جدا آمن وجميل جدا، وعنده أماكن كثيرة متنوعة للسياحة، والبلد أكلاته جميلة. السياحة العربية تساهم برفد الاقتصاد النمساوي بمليارات الدولارات، حيث يتربع السائح الخليجي على قمة هرم السياح في النمسا من حيث الإنفاق. يذكر أن قطاع السياحة في النمسا حقق قيمة مضافة بلغت أكثر من 66 مليار يورو العام الماضي، أي حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي في النمسا. يأتي السائح العربي إما للسياحة العلاجية أو للاستمتاع بطبيعة النمسا وعراقة تاريخها، حيث أصبحت النمسا وجهة ومقصدا للكثيرين، فقد تم تسجيل العام الفائت فقط 46 مليون سائح. رولا محمود، الشرقية نيوز، فيينا.